دايما بتقابلنا مشكلة في ارتفاعات الابواب والشبابيك، وبالذات لما بنيجي نشتغل في المحارة او لما بنستلم الشقة خلصانة مباني او خلصانة محارة، بنلاقي ان ارتفاعات الابواب والشبابيك مختلفة، وبنلاقيها برضو مش مطابقة للابعاد او المقاسات الاستاندرد. حلينا المشكلة دي ازاي، او بقينا بنحل المشكلة دي ازاي؟ بقينا بنستخدم ميزان ليزر لتحديد منسوب العتب او ارتفاع العتب، بحيث ان ارتفاع عتب الدور كله يكون واحد او الشقة كلها يكون واحد، فبتكون ارتفاعات الابواب كلها واحدة، وبتكون الشبابيك من فوق او عتب الشبابيك كله واحد. زي ما انتم شايفين ده ميزان الليزر، ده الخط اهو بتاع ميزان الليزر، وركبنا العتب كله على منسوب واحد بنفس الطريقة باستخدام ميزان الليزر زي ما انتم شايفين كده. بالطريقة دي بنلاقي في الاخر ان ارتفاعات الشبابيك، ارتفاعات عتب الشبابيك كلها واحدة، وارتفاع عتب الابواب كل واحد. فبنلاقي ان بعد المحارة او بعد المباني ارتفاعات الابواب كلها واحدة، وبعد التشطيب النهائي بنلاقي ان ارتفاعات الابواب كلها بقت واحدة. يعني دي حاجة بسيطة بنعملها بس ليها فايدة كبيرة جدا، وبتحل لنا مشاكل كتيرة جدا. بعد ما بنركب العتب على المنسوب اللي احنا حددناه بميزان الليزر، هنشيك عليه برضو او هنقيسه تاني من خط الليزر زي ما هتشوفوا دلوقتي. زي ما انتم شايفين بعد تركيب العتب بنأكد على مقاس العتب او منسوب العتب بالليزر.